تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. الأسطورة تنتصر، المنحوس هيفضل طول عمره منحوس. المنحوس يمارس هوايته المفضلة ويخسر نهائي أفريقيا في ليلة كنا نتمناها سعيدة. ساندت كوبر من أول لحظة في البطولة ولغاية صفارة النهاية في لقاء الكاميرون. المنتخب اللي افتقد لجهود حارسيه الأساسي والاحتياطي، وإن كان ده المركز الوحيد اللي ما كانش فيه مشكلة عشان ربنا رزقنا بأسطورة اسمها عصام الحضري. المنتخب اللي افتقد مهاجميه الأول والاحتياطي، وعشان يكمل النحس مع المنحوس اللاعب اللي متجهز انه يلعب راس حربة ياخد انذار تاني ويخرج من الحسابات في النهائي. المنتخب اللي لعب قبل النهائي وماتش دور الثمانية بدون الديفندر الاساسي التاني. المنتخب اللي المدافع الاساسي بتاعه يتصاب قبل الماتش النهائي ولغاية قبل الماتش بيوم مش عارفين هيلعب ولا لا. المنتخب اللي الباك الشمالي الاساسي بتاعه يتكسر من بدري فناخد اليمين نحطه شمال عشان يلعب على عكسه. المنتخب لعب شوط اول ممتاز جدا، ضغط بطول وعرض الملعب، والكاميرون ما عرفتش توصل للحضري تقريبا. علي جبر وحجازي روعة، طارق حامد هايل زي العادة، صلاح خبرة كبيرة برجلين الاتنين، تريزيجيه بيحارب دفاع وهجوم، فتحي بيعمل اللي عليه وزيادة، الهجمة المرتدة بتتعمل زي ما قال الكتاب، وهو ربنا كرمنا وجبنا جول من وردة لابو صلاح، سلكها النني حطها بمعلمة، جول اول، فرحة في كل حتة. المشكلة كانت في الاحتفال المبكر جدا بالفوز. كل الناس كانت حاسة ان كده خلاص الكاس في القاهرة. نهاية الشوط الاول وبداية شوط الخطايا السبع. الخطيئة الأولى كان لازم نبدأ الشوط الثاني زي ما بدأنا الشوط الأول، ضغط منظم وهجوم سريع ومرعب على دفاعات الكاميرون. الخطيئة الثانية لما حسينا ان نص الملعب مسروق مننا وان طارق والنني مش قادرين يسيطروا عليه لوحدهم. كان ايه اللي هيحصل لو ابراهيم صلاح او عمر جابر نزل على حساب وردة اللي اختفى تماما في الشوط الثاني؟ الخطيئة الثالثة بعد الجول التعادل، ولما انت حسيت ان لياقتك مش هتسمح ليك انك تجاري الكاميرون وانك هتلعب على نفس اللي لعبت عليه ماتش بوركينا فاسو، مش كان نزول سعد سمير او حتى دويدار اولى؟ واللعب ب3 مساكين عشان نقدر نسيطر على فيضان الكور العرضية اللي اتلعبت علينا. الخطيئة الرابعة خروج تريزيجيه واللي كان بيساند فتحي في المنطقة الدفاعية بشكل ممتاز، وكان محافظ تماما على توازن المنظومة الدفاعية للمنتخب. الخطيئة الخامسة نزول رمضان صبحي. قلنا من اول البطولة ان رمضان جاي يتنك على اللي خلفنا، ومش فارق معاه المنتخب قد ما فارق معاه رمضان نفسه، وان كل هدفه انه يظهر بشكل كويس وبس. نزول رمضان وخصوصا على حساب تريزيجيه كشف الجانب الدفاعي في الجبهة الشمال لمصر، لانه ما كانش بيرتد للدفاع خالص، وده اللي زنق فتحي جدا، لدرجة ان في كورة فتحي ضم مع الاثنين المساكين على سبيل ان رمضان هيعمل زي تريزيجيه ويرجع يغطي معاه، وتفاجئ ان لاعب الكاميرون بيستلم بدون ما حد يضايقه او يقول له بخ، ولولا ساتر ربنا كانت ممكن تكون جول. بالنسبة بقى للخطيئة السادسة والسابعة هسيبها لكم انتوا تقولوها. عارف طبعا انكم هتتكلموا عن الاختيارات ومين جه ومين راح ومين كان المفروض يكون في المنتخب. في النهاية أحب أقول إننا نمتلك منتخب شاب قوي وعنده الرغبة،
وان فرصه وصولهم لكاس العالم واللي اتفقنا قبل كده انها اهم من الحصول على افريقيا تصل الى 80% فما فوق. ولو ما دعمناش الجيل ده هنهد المعبد على الكل، وهنبقى لا طولنا بلح الشام ولا عنب اليمن. لسه بدري قوي، لسه بدري على اول ماتش رسمي للمنتخب في تصفيات كاس العالم. الجهاز ده لازم يجتمع بهدوء كده ويشوف الاخطاء فين. لازم يتابع الدوري بتركيز اكبر. لازم يخرج من الدوري بديل و2 لعبد الشافي. لازم نطلع من الدوري بدفندر و2 و3. لازم نوجد مهاجم و2 و3 ونلعب بيهم ماتش و2 و3 ويدي عشان نديهم الخبرات. ان شاء الله سهله، سهله والله. كاس العالم بينادينا. لبوا الندى. المفروض بعد الكلام على المنتخب ما نتكلمش في حاجه تاني خالص، بس الصراحه الزمالك واكل دماغي. شيكا يستبعد من البعثه اللي سافرت الامارات، وكلام انه هيسافر على حسابه عشان يدعم الفريق. شيكا في خلال الايام اللي توقف فيها النشاط كان عنده برد، حضر للنادي بحالته دي عشان يثبت انه مش متمارض، وبعدها حقنه غلط وخراج وعمليه، وبعد كل ده رجع التدريب، فما اتدربش 3 تدريبات على بعض مع الفريق، فكان الطبيعي جدا عدم ضمه للبعثه. عادي يعني. اللي مش عادي هو تعليق البعض من الجماهير على ان الخراره فتحت ابوابها، وان شيكا بيفكر في الاعتزال، وان حلمي اللي كان سبب اقالته المره اللي فاتت انه اصر على ايقاف لعيبه رئيس النادي رافض يوقفهم. قال ايه ده لدول وبيسمع كلام رئيس النادي على الفاضيه والمليان. تصدقوا تؤمنوا بالله انتوا اخطر عن الزمالك من شوشو وشلبوك. احمد حمودي انضم للاهلي. خبر بالنسبه لي انا حزين جدا. اتكلمت في اكتر من حلقه على انه لازم نخلص في حمودي عشان ما نصحاش على مؤمن زكريا جديد، ودينا صحينا. قلنا في السابق ان حمودي لعيب كبير عنده شخصيه في الملعب وهدوء اعصاب بيخليه يفرق عن لعيبه غيره كتير ممكن تكون امهر واحسن منه. بس انا صعبان عليا حمودي نفسه. حمودي اللي رفض انه يمضي للزمالك قال ايه عشان كان حبيس الدكه وما اخدش فرصه حقيقيه. راح لاكتر نادي في العالم الدكه بتاعته استريتش واتساع من لعيبه 1000. حمودي ان شاء الله مش هيشمها في الاهلي، ودي امنيه شخصيه. ترتيبك ان شاء الله يا حمودي ما بين اللعيبه هيكون متاخر قوي. كان نفسي تسال قبل ما تروح وتمضي وتتصور بالتيشيرت وانت فرحان وفاتح بقك على الاخر. اسال من اول رضا عبد العال لغايه صبري رحيل. اسال حتى معتز اينو، طارق السعيد، جمال حمزه، اي حد. طب بلاش، اسال جمال عبد الحميد، حسام ابراهيم، حسن مصطفى، ابراهيم سعيد حتى. جاتك خيبه. نهايه الحلقه ان شاء الله الحلقه الجايه هتكون بعد ماتش السوبر. من دلوقتي اهو بقول لكم انا مش متفائل وربنا يسترها. عاش الزمالك، عاش فوق اي ارض وتحت اي سماء. اشوفكم الحلقه الجايه.